سعيكم مشكور. كويس انكم فاكرين عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب. شكرا يا مشيرة. مسدس. خلي بالك ده حقيقي، بس أرجو إنك ما تستعملوش. اتفضل، كل سنة وانت طيب. أستاذ زكي شبانة مؤلف كرخانة جايب لي خرزانة. لا كرخانة ايه بقى؟ انت واجهتني صح، رجعت لي الحرارة، وقريب هفاجئك بعمل مسرحي من الواقع. أجربها بقى؟ حلو. اتفضل يا ريس. نبيل، كل سنة وانت طيب. مضرب تنس، أنا أحب ده مضرب بني آدمين. كرباج طويل، والطويل أبو طويلة. هنجربه قريب. هي ام راضي لسه عايشه لغايه دلوقتي؟ انت يا ابني طالع القرافه جايب لي في عيد ميلادي حاله محشي. والله انا نفسي في المحشي. شكرا يا راضي. الله، عصفوره. لا، عصفور. المفروض اكشف عليه يعني ولا ايه؟ عصفور محبوس في قفص. طب انا شايف عصفور بس ما بيغنيش. ايه يا راضي؟ بترمي كلام على الاستاذ؟ عايز تقول له ان بقالك 10 سنين في الفرقه ما قلتش ولا ليله واحده؟ ولا حتى يا عيني. يا عيني. طب ما تقول يا راضي، انت عايز تغني يا بابا؟ طب كنت قول لي، انا محتاج اصوات كتير قوي في كارمن. انت بتغني طب سمعني. بجد يا استاذ؟ سمعني. طب دي مالها ومال الحنجره يعني؟ دي اظبط فوق. انا هخليني انا معاك تحت هنا اهو. انت الغليظ تعبك شويه. موجوع 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 موجوع. معلش، هو الغليظ دايما كده يعني. سحاول تسمعني حتايه صغيره. موجوع 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 موجوع. ما تنيلنا، عرفنا خلاص، احنا مقدرين ألمك، بس حاول تغني لو عايز تسمعني حاجه. غير. مجروح مجروح. بس امسك. عيب يا استاذ، انا فنان ما باخدش فلوس. فلوس ايه دي؟ اسبرين عشان تعالج نفسك. روح امسك. بص يا ممدوح، انا هديله العلبه دي، يجي يفتحها تروح مفرقعها في وشه، يتخض تجيله سكته نخلص منه. ايمن معقوله؟ اتفضل يا استاذ. انت مكلف نفسك يا راجل. لا ابدا. ايه ده؟ دي هديه. يعني افتحها. افتحها له على بركة الله يا أيمن. يلا يا ابني افتحها. ما هو انا لو فتحتها مش هلحق اجري. هات افتح يا ناصر. خلصت. ودك ساكت. المفروض اتخض. انا وانا قاعد في مكتبي شايفك كنت عمال توضبها. كل واحد فيكم بهديته بيعبر عن اللي جواه. ازيك يا زفت؟ نعم. اتصل لي بكريمه، حول لي المكالمه على المكتب فوق. مش جاية، رغم إني قلت لها إن يوم عيد ميلادك، بس قالت إن عيد ميلاد البوي فريند بتاعها برضه النهارده، ومش هتلاقيها زي ما هيحصل في يوم ومش هتلاقيها قدامك. بس اليوم ده هيكون صعب، هكون فتحت الرواية والجمهور قاعد في الصالة. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا مشيره؟ أنا آسفة يا أستاذ، بس ما تخليش الحب يعميك عن حقيقتها وتقتل طموحك. دي بنت مروشة ما تتحملش المسؤولية. بالعكس، دي ملتزمه، وعيد ميلادي ما هوش جزء من عملها في الفرقه. وما هوش جزء من حبها ليك، ولا من حبها ليك تبقى في يوم عيد ميلادك في حضن واحد تاني. شيرة، جننتي؟ لا أبدا، بس نصيحتي ليك في يوم عيد ميلادك إنك تحضر واحدة مكانها عشان ما تنكسرش. والله فكره. احضن واحده مكانها. احضن مين؟ احضن مين؟ انا عايز واحده تكون ملفوفه في سجاده سوداء، وشرط يكون عندها لحميه. احضن مين؟ مشينة. تفتكني مين يا مشينة؟ معرفش، أي واحدة. لا مش اي واحده بقى. لا برضه يعني انت مثلا بترقصي كويس وفاهمه شغلي، وانا جاهزه للدور، وخليت راضي يفصل لي فستان كارمن. استنى يا اسطى موجوع يا سهن، بتشتغل من ورايا. مشينة ابشني، انت عمرك ما هتعملي دون كارمن. النور اتقطع. مشيرة،
فرصتك يا مشيرة، دلوقتي تعملي دور كارمن براحتك، محدش هيشوف. النور اتقطع، ده اليوم الشؤم ده بس يا ربي. ايه يا سماوي زفت، قصدك ايه؟ انا ما اقصدش حد. خلاص عتمت وضلمت، الليله بانت. طب يلا يا جماعه، انا عازمكم كلكم على شرف الاستاذ. اتفضل معانا يا استاذ. لا روحوا انتوا سهروا، انا ليا تصور تاني خالص في سهر في عيد ميلادي. ازاي ومين ده اللي تسيبني علشانه؟ كانت بتكذب عليا وتقول انها بتحبني، بس انا لازم اعرفه هو مين. كريمه؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ كل سنه وانت طيب. وجاي على نفسك ليه؟ سبت البوي فريند بتاعك وجيت هنا تعملي ايه؟ ما هو معايا. وصل بيك الجرأة انك تجيبيه لغايه هنا؟ مشيرة دي هبله قوي، كلت الطعم، بس انا ما كذبتش عليها. انا قلت لها هبقى مع حبيبي في عيد ميلاده، واديني معاك اهو. اما انا غبي بشكل، انا اسف، متاسف، انا فكرت غلط. انا اللي اسفه، بس صدقني انا كنت عايزه احتفل بعيد ميلادك لوحدنا. وهي الظروف ساعدتك، النور اتقطع، كله مشي. انا مفيش ظروف تساعدني، انا اللي اخلق الظروف. انا اللي شديت سكه الكهرباء وخليتها له مضلمه. ده انت صايعه. الله، فستان كارمن الجديد. ايه رايك في المفاجاه دي؟ على فكره بقى ما جبتلكش هديه عشان ما بقاش زيهم، بصراحه كده ما بحبش اقلد حد. انت هديتي، انت طلعتي لي في اللحظه اللي انا محتاج فيها انسانه جنبي. رغم كل اللي حواليك دول. انا مش شايف غيرك. غلط، لازم تشوف غيري عشان على الاقل احس بالتميز. انا عايز اسالك سؤال وتجاوبيني بمنتهى الصراحه. انت فعلا بتحبيني؟ ايه شغلانه؟ انت بتسالني السؤال ده كله نص ساعه وبجاوبك نفس الاجابه. وانا اللي مضايقني انها نفس الاجابه. كان نفسي اسمعك مره بتقولي انا بيع العالم كله واعيش تحت رجليك يا حبيبي. كان نفسي اسمعك بتقولي انت الهوى اللي بتنفسه وانت الميه اللي بترويني. ليه ما اسمعكيش في يوم تقولي يا رب اجعل يومي قبل يومك يا حبيبي؟ ليه ما بتقوليش الحاجات اللطيفه دي؟ قولي كده، قولي. انا بيع العالم كله واعيش عند رجليه. تحت رجليك. تحت رجليه يا حبيبي. انت الهوى اللي بتنفسه والميه اللي بترويه. يا رب يا رب اجعل يومي قبل يومك يا حبيبي. بحبك 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 بحبك. طيب خلاص. يا سلام، دلوقتي بقى صدقت اني بحبك بالكلام اللي انا قلته ده. طبعا لانك مش مجبره انك تقوليه. بس انا لازم احسه الاول عشان اقوله. وبعدين الحب ده مش كلام كده وخلاص، اللي بيحبني ده لازم يحسسني ان انا طايره. ما انا هطيرك من الفرقه. قصدي هخليكي طايره زي الفراشه. انا بعشق الحريه، بعشق حاجه اسمها حريه. الله، عصفوره. لا، عصفور محبوس في قفص ما بيغنيش. موجوع موجوع موجوع، مفجوع مفجوع. شكلها يجنن وهي خارجه بتطير بره القفص. واه، انت هرتيها؟ انت مش لسه قايل انك بتعشق الحريه؟ ايوه انا بعشق الحريه جوه القفص. بعدين دي بتاعتي جايه لي هديه تطيريها ليه؟ صدقني هي سعيده جدا دلوقتي. لا مش سعيده. ممكن حد يضربها بنبله، يضربها برش، ما تلاقيش لا تاكل ولا تشرب فتموت. انا على الاقل جوه القفص ده بقدم لها الحمايه وباكلها واشربها والاعبها فتحبني وتحب المكان اللي هي فيه. طب خلاص انا بكره هجيب لك واحده غيرها. لا مش مهم لعبك انت. قصدي عصفور في اليد خير من 1000 على الشجره. انا بحبك
وما اقدرش استغنى عنك، ومش هيفرقنا غير الموت. الله. قد كده بتحبني؟ هرة هوبا هنا هنا ها ها. ده الشهاطة العالية. وانا كمان بحب. بشرط كل واحد يمتلك حريته ومحدش يمتلك التاني. ان شاء الله ان شاء الله. بس انت ممكن تتهطلي في عقلك زياده وتسيبيني. والله ممكن اي حد فينا يسيب التاني لاي سبب، بس الاكيد اني لا يمكن هبقى معاك وانا مش حباك. انت ايه اللي يخليكي ما تحبنيش؟ ان انت ما تحبنيش رغم ان انا محتاجه راجل زيك يحميني ويحسسني بالامان. وانا جنبك مستعد اضحي بعمري كله علشانك. طب خليك زي ما انت، ما تتحركش. الغنوه دي بقى هديه عيد ميلاد. ليالي التلفزيون. السودة. المبدعون يهرولون. الحفلات بمارينا. الفور رتس العريانة. والفايف دوجز الجربانة. الحفلات بمارينا ومنافذ البيع بحلايب. خذني فإني أحب الحياة وأعشق في الليل ضوء القمر. أراك ترتعش مني الشفاه ويهتز قلبي ويصحو الشجر.
خايفه من ايه؟ خايفه ان لحظه السعاده اللي انا فيها دي ما تطولش. انت مخبيه عليا حاجه؟ ورطه خلقاني، مش عارفه الوم نفسي ولا الوم الظروف اللي غرقتني فيها. ورطه ايه؟ انا حبيبك، احكي لي. اللحظه مش مناسبه ومش عايزه اشغل مخك بيها. يبقى انت ما بتحبنيش ومش مصدقاني لما بقول لك مستعد اضحي بعمري علشانك مهما كانت الورطه اللي انت فيها. بالعكس، طب ده انت الراجل الوحيد اللي انا ممكن اصدقه، بس انا مش عايزه اورطك معايا. انت مش هتورطيني، على الاقل عشان اقدر اساعدك. احكي لي، ورطه ايه؟ فلوس؟ لا. مريضه؟ لا. حللتي؟ لا. لا. نوع من انواع الجرب؟ باختصار شديد ومن بعيد. انا لما اشتغلت في الكباريه اكتشفت بعد فتره انه مجرد واجهه لتهريب المخدرات. فجاه لقيت نفسي متورطه معاهم، طلبوا مني انقل شنطه اوصلها لناس فهموني انهم اصدقاء لصاحب الكباريه، وفي نفس الليله سرقوا الشنطه واتهموني ان انا اللي ضيعت عليهم صفقه بملايين. ومن يوميها وصاحب الكباريه حاطط سكينه على رقبتي. انا اللي ما احبش حد يلوي دراعي ولا يجبرني اعمل شيء انا مش عايزه اعمله، لقيت نفسي متكتفه. ودلوقتي بس لما عينيا وقلبي صدق حبك وحبيتك، حسيت ان في غصن اخضر طلع لي فجاه في وسط الصحراء. ده عود بانجو يا ماما. بس خلاص انا خدت قرار دلوقتي اني لا يمكن امشي في السكه دي تاني، رغم انهم عايزين ننقل شنطه الليله في عمليه جديده. مستحيل، مش ممكن. مخدرات؟ انا متاسفه، مش عايزه المساله دي تلوث اسمك وسمعتك، بس انت اللي طلبت ان انا اقول لك. بس انا خايفه. ما تخافيش، طول ما انا جنبك اوعي تخافي. محدش هيقدر يلمسك، البلد فيها قانون. انا هفضل وراهم لغايه لما ادخلهم السجن، بس اقابلهم. اوعي تخافي، انا بحبك بحبك. وانا بحبك بجنون. دي هنا. مش قلت لك يا بلحة؟ ريان، هو احنا لازم نراقبك عشان نعرف انت موجوده فين ونقابلك؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ وراك شغل يا حلو، مفيش وقت. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انا مفيش شغل بيني وبينكم، انا مش عايزه اعرفكم تاني خالص. ده انت اتجننت بقى. بلح انا موجود ما تزعقش. لا مؤاخذة يا برقوق. انت عايزه تخلصي من عمرك ولا ايه؟ برقوق انا موجود ما تزعقش. لا مؤاخذة يا بلح. قلت مش جايه معاكم، اتفضل انت وهو بقى وما تجوش في المكان ده تاني ابدا. طب ممكن نعرف ايه اللي خلاك تغيري رايك؟ الحب. غيرت رايي لاني بحب. سمعت يا بلحة؟ سمعت يا برقوق. الحب، ومن المغازل ده بقى اللي حبك. انا اللي حبيته وحبيتني. لا ارجوك ابعد انت، سيبني انا اتفاهم معاهم، دول مجرمين ومعاهم سلاح. اذا كان هم معاهم سلاح فانا مسلح. كلام معانا. وماله؟ ما دام بتحبها نتكلم معاه. اسمعي، كلمه ورد غطاها. البضاعه بالشنطه دي لازم توصل للنادي وتعدي من نقطه التفتيش، يا اما الاوراق اللي انت ماضي عليها بتدل عليك المليون جنيه هنبتدي نتصرف فيها. انت مش قد المعلم مانجا. مانجا؟ انت مرضتي واحد اسمه مانجا؟ ايوه حبيبي، انا ابتدأت اتراقب وبقى مشكوك فيا، والمشوار اللي انا رايحاه ده اكيد هيتقبض عليا فيه. طمد المانجا ليه؟ طمد المانجا ليه؟ هندي ولا عويسي؟ اسمع، الحب تضحيه. ليه انت ما بتشيلش الشنطه عن حبيبتك ولا انت بعيد عن الشبهه؟
انت ويا دار ما دخلك شر. انا اشتغل في المخدرات يا كلب. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا مشيره مسدس ميه. خلي بالك في الاول بيجيب ميه. ميه تاني؟ ما اعرفش، لقيت المسدس في الحمام. بتلعب بالميه؟ مش احسن من اي حاجه تانية؟ العب بالمخدرات؟ سمعتي، شرفي. شرف وشرفك وسمعتك دي اخر عمليه. لو انت بتحبها بصحيح وخايف على حياتها قوم انت بالمهمه دي. حبيبي انت بمكانتك ومركزك محدش هيشك فيك فعلا. انت مش قلت انك ممكن تضحي بنفسك علشاني؟ اهي الفرصه جات لك اهي. انقل الشنطه الليله ونخلص من الكابوس ده بقى ونعيش احرار. ارجوك ابوس ايدك، دول مش هيسيبوني. معلوم، لا هنسيبك ولا هنسيبك انت كمان. انت خلاص عرفتنا، وما دام عرفتنا يبقى بقيت مننا، وما دام بقيت مننا يبقى يا تلعب لعبنا يا تبقى مش مننا. مش مننا. قلت ايه؟ انا بقيت مش مننا دلوقتي. موافق. اديله الشنطه يا برقوقه. برقوقه؟ عين شكلك مدي على خرشوفه اكتر. ماشي يا بلحه. طيب بس مفهوم. المعلم الكبير المعلم منجا هيمنجاك اخر منجا، وبرقوقه بلحه هيسلموك نصيبك انت ورمان، ولما توصل الشنطه المعلم موزع هيشمرك. ايه ده؟ الشنطه دي فيها مخدرات ولا فاكهه؟ لا مخدرات. طيب ممكن اعرف اسم الحركي هيبقى ايه؟ رنجه. لا مشوها فاكهه بقى، مشوها فاكهه عشان نبقى احنا الثلاثه في سبت واحد. اختاروا لي اسم فاكهه. انا المعلم مشمش او كاكا. ابن المعلم الكبير كنتالوب. وعلى كيفك اسمك الحركي رنجه. رنجة حبيبي. رمانة. هو ده وقت حب؟ شت بلحق. عيب انا في ايدي رمانة ممكن تفرط مني، فاهمني ولا؟ اهو دلوقتي بس صدقت انك ممكن تضحي بنفسك علشاني. استني يا رمانة لما اشوف ايه حكاية بلحة وبرقوقة ومانجا. طلعت عصابة خشاف. يا اخ بلحة، انا عارف نواياك. والمعلم كومبوت لازم تقولوا لي الخطة الموضوع ايه. انت هتيجي معانا وكل المعلومات اللي انت عايز تعرفها هتعرفها المعلم يوسف. معلم يوسف ده اكيد مباحث مش تبعكم. لا تبعنا. قصدك يوسف افندي. طيب ممكن اعرف ميعاد التسليم الساعة كام؟ بكره الساعه 6. ايه؟ بكره الساعه 6. انت ليه بقى جنب ودنك؟ ليه بقى؟ بكره الساعه 6. خلاص جاتكوا القرف. زفت وحش. هعيد المشهد من اول عيد الميلاد تاني. اتفضلوا. انت شخصيه كارمن اللي خايفه من حكايه المخدرات وقفت تحكي، وانتوا منظركم مش بتاع مخدرات، انتوا ناقصكم عجلتين وتبقوا بتوع لبن. يلا من الاول.